أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. النهارده إن شاء الله هنشرح تو توبكس مهمين جدا وناس كتير بتحتار ما بينهم، وهما الفيرتشوال لوكال اريا نتورك الفي لان والفيرتشوال برايفت نتورك الفي بي ان. فجهز كشكولك والقلم والرصاص الروترنج بتاعك ويلا بينا عشان حلقتنا كالعاده مهمه جدا. هنبتدي باول توبك معانا وهو الفيرتشوال لوكال اريا نتورك الفي لان. بس قبل ما اتكلم عن الفي لان تعال افكركم الاول باللان. كنا قلنا قبل كده ان اللان هي عباره عن مجموعه من الاجهزه زي الكمبيوترات والسيرفرات والراوترات والسويتشات، وكلهم متوصلين مع بعض في نفس المكان زي البيت او المكتب او شركه صغيره. ولو هتكلم بشكل تكنيكال اكتر هقول ان اللان عباره عن سنجل برودكاست دومين. وبرودكاست دومين يعني لو انت مثلا موجود في شقه واتكلمت بصوت عالي كل اللي في الشقه هيسمعوك، انما اللي بره الشقه مش هيسمعوا حاجه، فانت والناس اللي معاك في الشقه تعتبروا جوه برودكاست دومين واحد عشان كلكم بتقدروا تسمعوا بعض. فلو انا مثلا بعت برودكاست فريم اللي هو الديستنيشن ماك بتاعه بيكون كله عباره عن اف، ساعتها الفريم ده هيوصل لكل الاجهزه اللي موجوده في البرودكاست دومين. فالفي لان هي عباره عن تقسيم الشبكه اللان الواحده لاكتر من شبكه لان، وده عشان اقلل البرودكاست ترافيك وافصل البرودكاست دومين. فالشبكه البسيطه اللي قدامنا دي عباره عن لان، وفي الحاله دي احنا عندنا برودكاست دومين واحد، وده بسبب وجود السويتش. فلو جهاز ايه حب يبعت برودكاست مسج فده معناه ان كل الاجهزه دي هتستلم نفس المسج. فالكلام ده جميل طبعا لو بتكلم على شبكه صغيره زي دي، شبكه مكونه من 4 اجهزه. بس تعالوا نتخيل لو كل جهاز من دول بيمثل قسم كامل في شركه كبيره، وطبعا كل قسم هيكون فيه عدد كبير جدا من الاجهزه، ولو اي جهاز بعت برودكاست هيبقى عندنا زحمه كبيره جدا والترافيك هيبقى عالي قوي، وده اكيد هيقلل من اداء الشبكه وسرعتها. طيب دلوقتي احنا عندنا شركه فيها 4 اقسام: فاينانس وسيلز واتش ار واي تي، فاحنا محتاجين طريقه نقسم بيها البرودكاست دومينز عشان نقلل الترافيك عن الشبكه. فتعالوا بقى نفكر مع بعض في الحلول اللي عندنا. طبعا اول حل هيجي في دماغك هو انك تستخدم الراوتر، بما ان الراوتر بيفصل بين الشبكات، فكل انترفيس في الراوتر هيكون شبكه ببرودكاست دومين منفصل. فهنقسم مثلا كل قسمين على شبكه، وفي الحاله دي هيكون عندنا 2 برودكاست دومينز. بس طبعا الموضوع ده هيكون مكلف عشان هنحتاج نشتري راوتر ونزود كابلات. وكمان في حل تاني احسن من الحل ده، هو اننا نقسم الشبكه لكل قسم لوحده، وفي الحاله دي هنحتاج نجيب سويتش لكل قسم، وساعتها هيكون عندنا برودكاست دومين منفصل لكل قسم لوحده. فطبعا احنا هنا قللنا جدا البرودكاست اوفر هيد، وكمان حسنا الترافيك والبرفورمانس بقى كويس جدا. بس عشان الموضوع ده يتم هيحتاج تكلفه كتيره وامبلمنتيشن كتير، يعني الحلين اللي احنا قلناهم هيحتاجوا اننا نشتري اجهزه تانية. طب لو احنا مش عايزين نشتري، ساعتها بقى بيجي دور الفي لان، عشان الفي لان بتخلينا نقدر نفصل الشبكات والبرودكاست دومينز زي الحل التاني كده اللي كان فيه 4 سويتشات بس مش فيزيكالي، لا ده فيرتشوالي. يعني باختصار بقدر اقسم البرودكاست دومينز، فهنا الترافيك بتاع كل قسم هيكون منفصل عن القسم التاني، كاني بالظبط عندي 4 سويتشات جوه سويتش واحد بس. والكلام ده بيحصل عن طريق اني بخصص انترفيسز او بورتس معينه لفي لان معين، والانترفيسز اللي في نفس الفي لانز بس هم اللي هيقدروا يتواصلوا مع بعض. ففي المثال ده كده مثلا كل قسم هياخد في لان اي دي، يعني مثلا الفاينانس هياخد في لان 10، والسيلز هياخد في لان اي دي 20، والاي تي هياخد في لان اي دي 30، والاتش ار هياخد في لان اي دي 40. ولو عايزين نزود قسم تاني لوحده على سبيل المثال قسم سبورت، ساعتها كل اللي هنحتاج نعمله اننا نخلي الانترفيس بتاعه يبقى في لان 50. ونفس الكلام لو عايزين نضيف سيرفر جديد خاص بالاتش ار، فساعتها كل اللي هعمله ان هخصص الانترفيس بتاع السيرفر لفي لان 40 بتاع الاتش ار، وساعتها قسم الاتش ار هيقدر يتواصل مع السيرفر بكل سهوله. فعن طريق استخدام كونسبت الفي لان قدرنا ان احنا نعمل 4 حاجات. اول حاجه اننا نفصل البرودكاست دومينز، وتاني حاجه نحسن اداء الشبكه من غير ما نضطر ندفع فلوس ونشتري اجهزه جديده ونعمل ديزاين من جديد. ده غير طبعا انها سكيلبل جدا، يعني اقدر اضيف واشيل في لانز من الشبكه بسهوله، وطبعا بتدينا سكيورتي احسن عشان انا اقدر افصل الشبكات عن بعض واتحكم مين يبقى ليه اكسس ومين لا، وكمان اقدر اطبق رولز معينه لكل شبكه في لان. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الترافيك بيمشي ازاي في وجود الفي لان. في المثال ده احنا عندنا 4 اقسام، فقسمنا السويتش بتاعنا ل4 في لان بحيث ان الشبكه بتاعت كل قسم تكون لوحدها. فلو عندنا مثلا جهاز من الاي تي عايز يكلم جهاز من الاتش ار، فطبعا الاثنين على نفس السويتش بس كل واحد فيهم في في لان مختلفه، فساعتها الفريم هتطلع للاير 3، بمعنى انه لازم يطلع للراوتر عشان دي تعتبر شبكه مختلفه
مختلفه تماما. فهنا الفريم هيطلع من الجهاز اللي في الاي تي ويروح للسويتش، والسويتش هيوديه للجيت واي اللي هو الراوتر، بعدين الراوتر هيعمل فورورد للفريم للسويتش تاني، والسويتش في الاخر هيودي الفريم للجهاز الديستنيشن. كل السويتشات بيكون فيهم ديفولت في لان، يعني في لان افتراضيه كده كده موجوده وبيكون اسمها في لان 1، وكل الانترفيسز بتكون على الفي لان الديفولت دي، وده اللي بيخلي اي انترفيس يقدر يكلم اي انترفيس تاني على نفس السويتش. وطبعا احنا نقدر نعمل في لانز تاني عشان نقسم السويتش، ونقدر نعمل لحد 4094 في لانز، عشان الفي لان اي دي بيتراوح ما بين 0 لحد 4096، واحنا مش بنستخدم ولا الزيرو ولا ال 4096، بيكون عندنا من 1 ل 4095 بس هم اللي نقدر نستخدمهم. طيب دلوقتي احنا عندنا 2 في لانز، في لان 10 وفي لان 20. طبعا كده الانترفيسز اللي على في لان 10 يقدروا يكلموا بعض، ونفس الكلام لفي لان 20، الانترفيسز اللي على في لان 20 يقدروا برضه يكلموا بعض. وكمان احنا نقدر نعمل نفس الفي لانز على اكتر من سويتش ويتواصلوا مع بعض، يعني الفي لان ممكن تمتد على اكتر من سويتش ويبقى ليها انترفيسز على السويتش ده والسويتش التاني. بس هنا هيبقى عندنا مشكله عشان الانترفيسز بتتواصل بس مع اللي معاها على نفس الفي لان، فبالنسبه لللينك اللي بين السويتشين دول يا ترى هيبقى تبع انهي في لان؟ فطبعا لو خليناه مثلا في لان 10 او في لان 20 مش هينفع يتواصلوا مع بعض. ففي الحاله دي الحل هيكون في نوع تاني من الانترفيسز وهو الترانك بورت. اي سويتش بيكون فيه نوعين من البورتس، اكسس بورت وترانك بورت. كل البورتات اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتكون على في لان معينه دي بيكون اسمها اكسس بورت، ودي بنستخدمها عشان نوصل للاجهزه بالسويتش. لكن الترانك بورت بيربط بين سويتشات وبيقدر انه يبعت الترافيك من في لان لفي لان مختلف. طب ازاي السويتش اللي بيستقبل الترافيك بيعرف هو جاي من انهي في لان؟ هنا بقى يجي دور التاج. عشان نفهم موضوع التاجز هنحتاج نرجع شويه لورا. لما جهاز بيبعت داتا لجهاز تاني عن طريق السويتش بيبتدي يتكون فريم، والسويتش بيعمل فورورد للفريم ده لحد ما يوصل لجهاز الديستنيشن. فهنا الجهاز اللي بيبعت والجهاز اللي بيستقبل مش عارفين هم على انهي في لان. لكن بقى لو عندنا اكتر من سويتش متصلين ببعض عن طريق الترانك بورد، هنا الجهاز اللي هيبعت الفريم هيبعت عادي جدا. لكن لما الفريم يروح للسويتش الاولاني قبل ما يبعته للسويتش التاني عن طريق الترانك بورد هيبتدي انه يزود حاجه جديده في الفريم اسمها 802.1q تاج، وبرضه بيتقال عليها .1q، والتاج ده بيكون 4 بايتس وبيكون فيه معلومات مهمه جدا زي التي بي اي دي تاج بروتوكول ايدنتيفاير، وده عشان يقول ان الفريم ده جواه .1q تاج ويفرق بينه وبين الايثرنت فريمز العاديه. وبيكون فيه كمان حاجه اسمها تي سي اي تاج كنترول انفورميشن، واهم حاجه في التي سي اي انه بيحتوي على الفي لان اي دي. وطبعا لما السويتش التاني هيستلم الفريم هيقرا التاج وهيفهم هو تبع انهي في لان اي دي. يعني من الاخر كده الفريم بيطلع من الجهاز من غير اي تاجز، لكن الترانك بورت هو اللي بيضيف له التاج، عشان كده الترانك بورت بيتقال عليه تاجد بورت، لكن الاكسس بورت بيتقال عليه ان تاجد بورت. وفي ميزه مهمه جدا في الدوت 1 كيو وهي النيتف في لان بتكون كونفيجرد لكل الترانك بورت. السويتش مش بيزود الدوت 1 كيو تاج للفريمز اللي موجوده في النيتف في لان، يعني لما الفريم يوصل للترانك بورت من غير تاج السويتش التاني ساعتها بيفترض ان الفريم ده تبع النيتف في لان، وباي ديفولت كده النيتف في لان بتكون دايما في لان 1. فتعالوا نفترض كده ان عندنا جهازين موجودين على في لان 1. زي ما قلنا الفريم بيطلع من جهاز السندر للسويتش هو من غير تاج، ودلوقتي السويتش هيبعت الفريم عن طريق الترانك بورت للسويتش التاني وهو برضه من غير تاج، وده عشان جاي من النيتف في لان. فلما السويتش التاني هيستلم الفريم من الترانك بورت هيلاقي انه ما فيهوش تاج، فهنا هيفترض ان الفريم ده تبع النيتف في لان بتاعته اللي هي في لان 1، وبعدين هيعمل فورورد للفريم ده للديستنيشن وهو برضه هيبقى من غير تاج. عشان كده مهم جدا ان النيتف في لانز في كل السويتشات تكون زي بعض. طب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو النيتف في لانز مش زي بعض. تعالوا نفترض مثلا اننا هنغير النيتف في لان بتاع سويتش واحد من السويتشين دول، بدل ما هي في لان 1 نخليها في لان 10 مثلا، فساعتها الجهاز هيبعت الفريم للسويتش الاول والسويتش هيلاقي انه تبع النيتف في لان، فهيبعت الفريم من غير اي تاجز للسويتش اللي بعده عن طريق الترانك بورت، فالسويتش التاني هيلاقي ان جاي له فريم من الترانك بورت وما فيهوش اي تاج، فعلى طول هيفترض انه تبع النيتف في لان اللي عنده اللي هي في لان 10، وهنا الفريم مش هيروح للديستنيشن. فعشان كده لما بنيجي نعمل كونفيجريشن للسويتش ونيجي نغير النيتف في لان بنلاقي دايما بيطلع لك رساله تنبيه بيقول لك فيها النيتف في لان ميس ماتش، يعني مش زي بعض. طب برضه يا باسل ايه لازمه النيتف في لان؟ تعال اقول لك ايه لازمه النيتف في لان. اتفقنا قبل كده ان الهابس تعتبر لاير 1 ديفايس، يعني كل اللي بتعمله فورورد للفريمز، يعني مش بتقدر تفهم التاجز. فتعالوا نفترض ان عندنا هنا هاب في النص ومتوصل عليه جهاز كمبيوتر، فلو انا ما بعتش الفريم من النيتف في لان ساعتها الفريم هيروح بالدوت 1 كيو تاج، وساعتها الهاب طبعا هيرفض الفريم عشان زي ما قلنا مش بيفهم التاجز. ففي الحاله دي لازم ابعته من النيتف في لان عشان يوصل للهاب من غير تاج.
احتكاك، فلما يتعمل له فورورد للسويتش هيفترض انه تبع النيتف في لان. طيب هنتنقل لتاني توبيك معانا النهارده وهو الفيرتشوال برايفت نتورك الفي بي ان. عمرك سالت نفسك ازاي الناس اللي بتشتغل من البيت بتقدر تدخل على سيرفرات الشركه اللي شغالين فيها، وازاي كمان بيقدروا يوصلوا للداتا الحساسه بتاعت الشركه حتى لو الشركه دي في بلد تانية؟ فالفي بي ان شغلتها انها تضمن الوصول الامن للداتا من البابليك نتورك، عشان عن طريق الفي بي ان بتقدر تدخل على الانترنت من غير ما يتعرف اللوكيشن بتاعك او الاي بي ادرس بتاع جهازك. فتعالوا نفتكر الاول كده مع بعض ايه اللي كان بيحصل لما بتكتب عنوان موقع في اليو ار ال. اتفقنا قبل كده ان كل المواقع بيكون ليها اي بي ادرس، بس احنا طبعا مش بنكون حافظينها، والدي ان اس هو اللي بيقوم بعمليه الترجمه من اللينك اللي احنا عارفينه لعنوان الاي بي. فتعالوا نفترض انك انت عايز تدخل على حساب بنك بتاعك اللي في الاهلي، ففي الحاله دي انت هتبعت ريكوست للراوتر، والراوتر هيعمل فورورد للريكوست ده للانترنت سيرفيس بروفايدر، وبعدين الانترنت سيرفيس بروفايدر بيبتدي الاول يتاكد عن طريق الفلترنج كرايتيريا اللي عنده اذا كان الويب سايت ده مسموح انك تدخله من بلدك ولا لا، ولو مسموح الريكوست هيعدي على مئات الالاف او ممكن كمان ملايين من الراوترات لحد ما توصل لجهاز الديستنيشن اللي هو الويب سيرفر بتاع الاهلي، وبعدين هو بيرد عليك بمحتوى الويب سايت. المشكله انك لما بتبعت الريكوست ده للسيرفر بيكون معاه معلومات كتير قوي عن جهازك زي اللوكيشن بتاعك والاي بي ادرس، وطبعا هنا بقى الهاكرز يقدروا يخترقوا الكونكشن ده وياخدوا المعلومات بتاعه جهازك، ويقدروا كمان يوصلوا لبيانات حسابك البنكي. ويا سلام بقى لو انت داخل على الانترنت من شبكه واي فاي مفتوحه زي كافيه مثلا، ساعتها هتكون سهلت المهمه جدا على الهاكرز. بس تعالوا نشوف لو انت بتستخدم في بي ان ايه اللي هيحصل. اول حاجه انت هتحتاج تسطب على الجهاز اللي انت بتستخدمه سوفت وير بنسميه في بي ان كلاينت، والفي بي ان كلاينت ده هيعمل زي في بي ان تانل بينك وبين الانترنت، يعني زي نفق كده، والداتا اللي خارجه من جهازك هتبتدي ان هي تمشي في التانل ده. وفي تانلنج بروتوكولز بتعمل تشفير للداتا دي عشان لو افترضنا ان في هاكر جامد قدر انه يخترق التانل فعلا ويحصل على الداتا، وده صعب جدا عليه، فساعتها مش هيقدر انه يقرا الداتا دي عشان هتكون متشفره، والداتا عن طريق التانل بتعدي على الفي بي ان سيرفر اللي هو هيتواصل مباشره مع السيرفر بتاع البلد، وهيبعت المسج بعد ما يعمل لها ديكريبشن ويرجعها لاصلها. فهنا بقى الاي بي ادرس بتاع جهازك والمكان بتاعه اتغيروا وبقى هما الاي بي واللوكيشن بتوع الفي بي ان سيرفر، وده طبعا هيديك امان وخصوصيه اكتر. وعشان كده لما بيكون في مواقع معينه محجوبه عن البلد اللي انت فيها، ساعتها بتستخدم في بي ان اللي بيعمل اي بي ماسكينج وبيخليك تبان انك بتاكسس الموقع من بلد تانية، فبتقدر انك تشوف فعلا محتوى الويب سايت. وفي كمان ميزه مهمه جدا في الفي بي ان، زي ما قلنا انت عشان توصل لاي نقطه على الانترنت بتحتاج انك تعدي على مجموعه من الراوترات، ففي وجود الفي بي ان المسار ده هيكون جوه تانل زي ما قلنا. فلو التانلنج بروتوكول اكتشف ان في هاكر بيحاول يخترق التانل ده، ساعتها التانل هيحصل له زي شات داون كده، وهيبتدي انه يستخدم مسار تاني بمجموعه تانيه من الراوترات. طب تعالوا مع بعض نعرف الشركات بتستخدم الفي بي ان ازاي. مثلا الشركه اكس الفرع الرئيسي بتاعها في القاهره، وطالما هو الفرع الرئيسي يبقى ده معناه ان هنا موجود الداتا الحساسه والخاصه بالشركه. والشركه اكس عندها فرع تاني في الرياض، فطبعا موظفين فرع الرياض هيحتاجوا اكسس للسيرفرات والداتا اللي موجوده في الفرع الرئيسي. ففي اكتر من حل عشان نعمل الموضوع ده، بس اكتر حل هيكون اقتصادي وسريع هو اننا نستغل الانترنت وننقل الداتا عن طريقه. بس طبعا هنا هيكون عندنا مشكله، وهي ان البابليك انترنت انتراستد نتورك او انتراستد زون، عشان في عدد كبير جدا من اليوزرز والكمبيوترز وطبعا منهم الهاكرز. فطبعا انا كده هكون بعرض الداتا الحساسه بتاعت الشركه للخطر، فعشان كده في الحالات دي بنلجا للفي بي ان. فاحنا اتفقنا مع بعض ان الفي بي ان بيعمل سكيور تانل او زي ما بنقول كده نفق، والداتا لازم تعدي في النفق ده قبل ما تروح للانترنت، والنفق ده بيعمل لها انكريبشن عشان لو حد من البابليك انترنت قدر فعلا انه يوصل للداتا ما يقدرش يعمل بيها اي حاجه. وطبعا الداتا اول لما توصل للريسيفر هيتعمل لها برضه ديكريبشن، يعني هيتفك الشفره باستخدام كي معين، وساعتها الجهاز الريسيفر هيقدر يقرا الداتا عادي. فلو انت شغال في شركه من البيت بتحتاج انك تسطب عندك في بي ان كلاينت اللي هيعمل عمليه الفي بي ان تانل دي. وفي عندنا نوعين من الفي بي ان، النوع اللي انت شايفه قدامك ده هو اسمه سايت تو سايت في بي ان، وده مهمته انه يكونكت سايت بسايت تاني في مكان مختلف. وطبعا لازم اعمل كونفيجريشن لكل السايتس اللي عندي، يعني لو عندي مثلا سايت ثالث في امريكا فلازم اعمل كونفيجريشن للفي بي ان عليه هو كمان، يعني لازم اظبط الفي بي ان في الفرع الرئيسي وفي الريموت سايتس كلهم. وطبعا كل السايتس لازم تكون متوصله بالبابليك انترنت، والفي بي ان يكون كونفيجرد على الراوتر او على الفاير وول في كل السايتس اللي عندنا. واشهر سايت تو سايت في بي ان هو الاي بي سيك، وهو عباره عن فريم ورك فيه مجموعه من الرولز بتخلينا نعمل في بي ان على الشبكه بتاعتنا، والنوع ده مناسب جدا لو هعمل كونكشن بين سايتس. لكن تعالوا نفترض الوضع الاكثر انتشارا وهو اني محتاجه كونكت معايا كمان individual يوزرز زي موظفين بيشتغلوا من البيت، فطبعا
طبعا هيكونوا محتاجين اكسس للشبكه والداتا بتاعه الشركه، فهنا هستخدم على طول نوع تاني من الفي بي ان وهو الريموت اكسس في بي ان، وده بيدي اكسس للشبكه بس لجهاز واحد بس. يعني مثلا بيدي ريموت اكسس للابتوب موظف معين، لكن طبعا السايت تو سايت مختلف تماما لانه بيكونكت الشبكات نفسها اللي بيكون جواها عدد كبير جدا من الاجهزه. والريموت اكسس في بي ان بيسمح لجهاز معين انه يكونكت بالشبكه بتاعه الشركه، والجهاز ده ممكن يكون بي سي او لابتوب او موبايل. وطبعا عشان الجهاز يستخدم ريموت اكسس في بي ان لازم يسطب عليه ابلكيشن في بي ان كلاينت زي مثلا الاوبن في بي ان. وعندنا نوعين من الكونفجريشن بتاع الريموت اكسس في بي ان، سبليت تانل وفول تانل. الفول تانل معناه ان كل ترافيك بتاع الريموت يوزر لازم يكون عن طريق الشبكه بتاعه الشركه، ولازم يعدي عن طريق الفي بي ان. يعني مثلا لو انت بتتصفح فيسبوك لازم الترافيك يعدي عن طريق التانل، وده بيخليك تقضي على الفاير وول بوليسيز اللي موجوده في الشركه، وبيبقى كل حركتك على البابليك نتورك متشفره. بس طبعا في المقابل اداء الشبكه هيكون وحش عشان هتزود الترافيك، فهيكون في زحمه كبيره قوي في الشبكه، واكيد ده هيسبب ديلي. اما بالنسبه للسبليت تانل ده لما بيكون الترافيك بتاع الشركه هو بس اللي بيعدي عن طريق الفي بي ان، بس اي ترافيك تاني مش تبع نتورك الشركه هيكون على البابليك انترنت مباشره، وده طبعا هيزود الباندويتس وهيحسن اداء الشبكه. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا، واشوفكم في حلقه جديده من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس.